اسمي ميرنا، عندي 19 سنة وواحدة وحيدة لأبويا وأمي. بنعيش في مدينة على النيل. بابا اسمه سامر، عنده 45 سنة، فاتح محل بقالة صغير في بلد مجاورة. بابا راجل غلبان جدا، تعليمه بسيط وما بيعرفش يستخدم الموبايلات الذكية خالص. لسه معاه تليفون بزراير، ولو حد كلمه على الواتساب بيجيله توهان. بيخرج الفجر ويرجع نص الليل، وأوقات كتير بينام في المحل عشان يخلص شغله. أنا لو عايزة أشوفه لازم أنا اللي أروح له بعد الكلية. ماما نادية عندها 40 سنة، متعلمة ودخلت كلية، ودائما هي اللي مربتني وبتقول لي الصح من الغلط. كانت دايما توصيني ما خدش ثقة في أي حد غريب، وحافظ على نفسي وأخلي بالي من اللي حواليا. من حوالي 5 شهور ابتديت أحس بحاجات غريبة. ماما اللي عمرها ما كانت مهتمة بالتليفون كتير بقيت ملازمة الموبايل 40 ساعة. تصحى بالليل ألاقيها نايمة جنب بابا، وساعات ألاقيها بتقلب في حاجة، وكل ما أحاول أقرب منها تقفل الشاشة بسرعة وتعمل نفسها نايمة. قلت يمكن أنا بتوهم، بس الشعور فضل يزيد. يوم من الأيام رجعت من الكلية تعبانة جدا، كليتي في محافظة تانية. لقيت ماما قاعدة لوحدها زي كل يوم. أكلت الغدا ورحت أنام، بس في نص الليل صحيت لقيت ضوء الموبايل على وشها. تحركت شوية، حست بيا، وقفلت التليفون في ثانية. ساعتها قلبي بدأ يدق بسرعة. قررت إن خلاص لازم أعرف الحقيقة مهما كانت. الفكرة اللي كانت تعذبني إني بشك في أمي، نفس الست اللي علمتني الأمانة والبيت والعيلة. بس بقيت مش قادرة أنام من التفكير، كنت محتاجة دليل. فضلت أسبوعين بتظاهر إن كل شيء طبيعي، بضحك معاها، باكل معاها، وقلبي مكسور جوايا. وكانت كل ما تمسك الموبايل أتفرج عليها وأقول في سري: إيه اللي مخبياه يا ماما؟ لغاية ما الفرصة جاءت. دخلت الحمام وسابت الموبايل على السرير. ما عدتش دقيقة دخلت أوضتها. إيدي كانت ترتجف، لكني فتحت الموبايل وبدأت أدور. اللي شفته بعد كده كان صدمة عمري ما تخيلتها. ربط للجزء التالي. أول حاجة فتحتها كانت الفيسبوك، لقيت حساب سري معرفهاش، ومحادثة واحدة بس مع شخص واحد. اللي قريته خلاني أتمنى إني ما كنت فتحت الموبايل أبداً. دخلت على رسائل الفيسبوك بسرعة. كان في محادثة واحدة طويلة مع راجل اسمه مش حقيقية. أول رسالة قريتها خلت إيدي ترتجف أكتر. الكلام كان حب بكل المقاييس: وحشتيني يا عيوني، أنا مش قادر أعيش من غيرك. وكل رسالة أعمق من اللي قبلها. فضلت أتقلب في الشات ولقيت ماما بعتله صور لبس أنا ما أقدرش أتخيل إنها تلبسه قدام أي حد. حسيت إني عايزة أرمي التليفون من إيدي، بس أنا كنت خايفة من حاجة واحدة بس: مين يكون ده؟ ولما وصلت لآخر الرسايل لقيت الراجل بيقولها: ما تقلقيش، الجوزة مش هتيجي النهاردة، هنبقى لوحدنا زي كل مرة. ساعتها وقف قلبي. عرفت مين هو. هو جوز خالتي اللي أمي بتروح عندهم مرتين في الأسبوع، اللي بيفتح لها الباب ويضحك في وش أبويا كل جمعة، واللي خالتي وأولادها سافروا من غيره. لأ، المستفز الأكبر إني اكتشفت إن خالتي ما بقتش موجودة في البيت في الوقت اللي أمي بتروح فيه. صورت كل حاجة بسرعة، كل رسالة، كل صورة، كل تاريخ. حطيت الموبايل مكانه ورجعت أوضتي. فضلت ساعة بطل في السقف ودمعي بينزل من غير ما أحس. كنت بحس إن الدنيا بتنهار عليا. الست اللي كانت قدوتي، اللي دايما بتقولي احترمي نفسك، اللي بتربي فيا الخوف من الغلط، هي اللي عاملة كده. وأبويا المسكين، الراجل اللي شغال من الصبح لليل وكل همه يجيب فلوس تصرف علينا، ولا عمره فكر إن مراته ممكن تخونه، وهو معاه دبلوم على قده وجايبه من عرق جبينه. فكرت أحكي له وقتها، بس خفت عليه من الصدمة، وخفت منها من ردة فعلها، وخفت على نفسي إني أكون السبب في تخريب البيت. بس في نفس الوقت كنت عارفة إني مش هقدر أسكت. فضلت 4 أيام عايشة في جحيم. كل ما أشوف بابا يجي تعبان أعيط جوايا، وكل ما أشوف ماما ماسكة الموبايل أعيط برضه. كان لازم أتصرف، لكن إزاي؟ وإمتى؟ وليه أنا اللي اتهمت بالاختيار ده؟ قررت إني أروح للمحل وأكلم بابا لوحدي، بعيدة عن البيت، بعيدة عنها. بس قبل ما أروح أخدت على نفسي عهد: مهما حصل محدش يعرف إني أنا اللي قلته. ربط للجزء التالي.
رحت المحل بعدها بيومين، قلبي كان في رجلي. لقيت بابا واقف قدام البضاعة، ظهره متعبي، وما كنتش عارفة أبدأ منين. لكني قلت: بابا، عندي حاجة أقولها، بس احلف لي إنك مش هتزعل مني. قال: قولي يا حبيبتي. هنا بدأت النهاية. وقفت قدام بابا في المحل وإيدي بتعرق. قلت له: بابا، أنا عايزة أسألك حاجة وإنت ما تزعلش مني. إنت بتحب ماما؟ ضحك وقال: إيه الأسئلة دي يا بت؟ طبعا بحبها، إيه اللي جاب السيرة دي؟ قلت: بس هي مش بتحبك زي ما انت فاكر. سكت ووشه اتغير. قال: الكلام ده منين؟ مين قالك؟ أخرجت الموبايل بتاعي وفتحت الصور اللي صورتها من تليفون ماما، وبدأت أوريه الرسالة ورا الرسالة، الصورة ورا الصورة. كان بيتفرج ووشه بيسيطر على نفسه. ولما وصل لنص الشات، عينيه دمعت. أول مرة في عمري أشوف بابا بيعيط. راجل قوي شغال بالعظم واقف قدامي بيعيط زي الطفل. جبت له كرسي وقعدته. قال لي بصوت باين فيه الوجع: انت عارفة مين الراجل ده؟ قلت له: أيوة يا بابا، هو جوز خالتي. سكت ل5 دقايق تقريبا، مفيش صوت غير زفيره الثقيل. بعدين قال: روحي البيت يا بنتي، بس ما تحذفيش الصور دي، وخليكي طبيعية قدامها، أنا هتصرف. خفت أسأله هيعمل إيه. قلت له بس: بابا، أنا خايفة عليك. مسك إيدي وقال: أنا اللي خايف عليك مش عليا. رجعت البيت وأنا تعبانة جدا. لقيت ماما قاعدة بتتفرج على التلفزيون. سلمت عليها ورحت أوضتي. ساعتين بالظبط وبابا دخل البيت. ماما استغربت وقالت له: إيه الجديد؟ بدري كده؟ قال: أيوة بدري، عندي حاجة أقولها لك. طلبت منه أروح أوضتي، بس قال لي: لا، اقعدي يا ميرنا، انتي جزء من العيلة. قعدوا في الصالة. بابا بص في عين ماما وقال: نادية، أنا مقصرتي معاكي في حاجة؟ في مصاريف، في اهتمام، في حنية. ربط للجزء التالي. ماما قالت: لا، لا طبعا، ليه السؤال الغريب ده؟ بابا أخرج الموبايل بتاعه وفتح صورة من الرسايل ورماه قدامها. اللحظة اللي بعد كده مش عارفة أنساها طول عمري. لما ماما شافت الصورة على شاشة موبايل بابا، وشها اتشال. مش مجرد خوف، لا، كان كأنها اتقفشت في حاجة ما كانت مستعدة يوصلها أحد. قالت بصوت واطي: انت جبت الصورة دي منين؟ بابا رد: مش مهم منين، المهم انت بتعملي ايه مع جوز أختك. انت عارفة ان الحرام ده يهدم البيوت؟ ماما ما ردتش، بس بصت ليا. بصيت سريعة فيها سؤال: انتي اللي قلتي؟ أنا ما اتكلمتش. بابا قال لها: أنا مش عايز أعرف تفاصيل، أنا عايز ورقة الطلاق النهاردة. انتي تاخدي حقك الشرعي وتطلعي من البيت. ميرنا هتقعد معايا. ماما حاولت تقول حاجة، إنها غلطت، إنها ندمة، بس بابا كان خلاص قرر. قال لها: النبي ما تكلميش، لو كنتي ندمة ما كنتيش رحتيله في بيته وأختك مش موجودة. طلعت ماما من الأوضة وهي بتبكي. أنا كنت واقفة مكاني مش عارفة أتحرك. كان نفسي أجري وراها وأعيط معاها، بس حاجة جوايا قالكي: لأ، انتي عملتي الصح. بس ليه الحسرة جوايا لسه؟ بعد أسبوع تم الطلاق رسمياً. ماما سافرت عند جدتي وأنا فضلت مع بابا. في الأول كنت حاسة إني بطلة، إني حميت بيتي، بس مع الأيام ابتديت أحس بفراغ كبير. ماما ما بقتش تتصل كتير. كل مرة أتصل فيها ترد ببرود. سألت مرة: ماما زعلانة مني؟ قالت: لا يا حبيبتي، بس أنا محتاجة وقت. بس أنا عارفة إنها عرفت إني اللي قلت. يمكن خالتي قالت لها، يمكن هي استنتجت. المهم البيت بقى فاضي. بابا بقى أهدأ بس حزين، وبقى يجمع كل قرش عشان يجهزني لمستقبلي. مش عايز يتجوز تاني. قال لي مرة: أنا عيشت مع أمانة وخانتها، بس مش هخون أمانتك أبداً. ربط للجزء التالي. دلوقتي بعد كل اللي حصل، أنا مش عارفة أنام. بتقلب في السرير كل ليلة وأفكر: لو كنت سكتي كان زمان البيت لسه ماشي، ولا كان زمان الألم أكبر. بعد مرور شهور على القصة، أنا لسه بعيش في دوامة. بابا بقى شغله الشاغل إني أتخرج وأتجوز وأعيش مرتاحة. بيجيب لي حاجات في جهازي بالتدريج، وكل ما يجمع فلوس يقول: دي حاجة ليكي يا ميرنا. بس هو مش مبسوط. بحس إن حاجة جواه انكسرت. أما ماما فبقيت أسمع عنها من الجيران إنها قاعدة لوحدها، وإنها بقت مكتئبة. جوز خالتي طبعاً أنكر كل حاجة، وخالتي سامحته برضه، مع إني متأكدة إنها عرفت. يعني هو كسب، وأبويا خسر، وأنا خسرت.
وماما خسرت أكتر. أنا حاسة إني ظلمت ماما مع إني عارفة إني عملت الصح. طب ليه الندم يقتلني كده؟ ليه كل ما افتكر ضحكتها أعيط؟ ليه كل ما أشوف أم وصاحبتها في الشارع أجري أروح البيت؟ ساعات بفكر، لو كنت سكتي كان زمان ماما هتبطل من نفسها؟ ولا كان زمان الموضوع يكبر ويوصل لفضيحة أكبر؟ بابا قال لي مرة: انتي ما ظلمتيش حد، انتي خليتيني أعيش بعزة نفسي، مش مدلس عليا. بس أنا مش مقتنعة. أنا شايفة إن البيت اتهد على راسي. كنت فاكرة إني بعد ما أقول هرتاح، بس الحقيقة إني تعبت أكتر. بقيت أخاف من علاقات الناس، بقيت أشك في كل حاجة، حتى في نفسي. ماما اللي كانت مثلي الأعلى طلعت مش قد المسؤولية. طب أنا، مين يضمن إني مبقاش زيها في المستقبل؟ والخوف الأكبر، لو ربنا رزقني ببنت واحدة زيي وهي تشوف مني حاجة غلط، هتعمل زيي؟ هتخرب بيتي؟ بحس إني عايزة أسمع رأي أي حد مكاني. انتوا لو مكاني كنتوا هتعملوا إيه؟ كنتوا هتقولوا ولا تسكتوا؟ مش عارفة أصلاً إيه اللي أتعب، الصدمة الأولى إني لقيت أمي بتخون أبوي، ولا الندم إني أنا اللي كشفتها، ولا العزلة إني دلوقتي عايشة من غيرها. كل مرة تفتح التلفزيون وأشوف أم مع بنتها بتقطع في عروقي. مش قادرة أكمل كده. ربط للجزء الأخير: أنا محتاجة حد يقولي أنتي مش غلطانة، أو أنتي غلطانة. بس بصراحة مش عايزة مجاملة، عايزة حد يحط نفسه مكاني ويقول كنت هتعمل إيه بالظبط. لأني تعبت وأنا لوحدي في التفكير ده. دلوقتي أنا قاعدة في أوضتي، تليفوني في إيدي، بكتب الكلام ده ودمعي بينزل. مش عارفة أنام ولا آكل ولا أركز في دراستي. بابا شايف إني تعبانة، بيقولي أنتي عيانة؟ عايزة دكتور؟ وأنا بضحك وأقول لأ، بس أنا تعبانة من جوه، تعب مش بينشاف. ماما بقت تكلمني كل أسبوعين مرة، كلمتين باردين: عاملة إيه؟ ذاكرتي؟ معاكي فلوس؟ وخلاص. مرة سألتها: وحشتيني؟ سكتت شوية وقالت آه، وقفلت. حسيت إني فقدت أمي مرتين، مرة يوم الطلاق، ومرة يوم ما حسيت إنها مش عايزة ترجع تحبني زي الأول. أنا بفكر كتير في سؤال: هل كان في حل تاني؟ كان ممكن أكلم ماما أنا شخصياً من غير ما بابا يعرف، أقعد معاها وأقول: ماما، أنا عارفة كل حاجة، ولو ما بطلتيش هضطر أقول لأبويا. يمكن كانت تخاف وتوقف. كان زماني خليت البيت ماشي، وخليت ماما في مكانها، وخليت بابا مش مجروح. بس أنا ما عملتش كده. أنا رحت قلت على طول. ليه؟ لأني كنت خايفة. خايفة إنها تكابر، أو إنها تضحك عليا، أو إنها تكمل في الغلط وتبقى أنا شاركتها بالصمت. بس دلوقتي بعد ما كل حاجة اتكشفت، مش عارفة كنت خايفة من إيه بالظبط. النتيجة النهائية: بيت اتخرب، وأب جريح، وأم وحيدة، وبنت نادمة. يا ريت اللي يقرأ الكلام ده يقولي بصراحة، أنا اتصرفت صح ولا غلط؟ ولو كنت مكاني كنت هتعمل إيه بالظبط؟ أنا مش بدور على حد يشفق عليا، أنا بدور على إجابة تريح بالي، لأني تعبت من التفكير. كل ما أنام أشوف حلم إن ماما قاعدة جنبي وتضحك، واصحى ألاقي السرير فاضي. كل ما أروح المطبخ أتخيلها واقفة بتطبخ الغدا. أنا عايزة أسمع صوتها من غير ما اتصل، عايزة أحضنها من غير ما استأذن. بس هي اللي سابتني ولا أنا اللي سبتها؟ أنا محتارة. أرجوكم اكتبولي رأيكم، لأني بجد تعبانة قوي ومش عارفة أنام من التفكير. هل سأندم على قراري لبقية عمري؟ أم مع الوقت سأفهم أنني حميت من يستحق الحماية؟ لا أعرف، لكنني أعرف شيئاً واحداً: لا أحد يربح في حرب الخيانة، الجميع يخسر، حتى الذي يقول الحقيقة.